أكلت البطيخة حتى قشرها. ما تيجي أوريكم إزاي قدرت أستغل كل فتفوتة في البطيخة وأعمل كاندي ومربى منخفضة السعرات عشان حبايبي مرضى السكر، ولب محمص بكفر يجنن عشان حبايبي مرضى الضغط كمان. دي البطيخة اللذيذة التي سيتم تشريحها. هخليها من البذر واشيله على جنب، واقطع حتة البطيخ اللي فوق الحتة البيضة دي على طول، وارجع تاني اقشر الحتة الخضرة الصلبة اللي فوق، واخد بقى الحتة البيضة وابتدي اقطع جزء منها مكعبات صغيرة والجزء التاني شرايط بالشكل ده. هعمر القشر الابيض بالمية وارفعه على النار ربع ساعة بالظبط لحد لما يبقى شفاف بالشكل ده، فاصفيه واشيله على جنب. هجيب طاسة واحط فيها كوباية الا ربع مية مغلية وباكت جيلي مع ربع معلقة صغيرة خالص ملح ليمون ومعلقتين سكر من اي نوع يناسب النظام الغذائي بتاعك، ويمكن الاكتفاء بسكر الجيلي. هقلبهم لحد ما يدوبوا واضيف لهم كوباية من قشر البطيخ وارفعهم على النار لحد ما الجيلي يتكثف والقشر يمتص النكهات واللون بالشكل ده. هاخده بقى وارصه على طبق واكرر العملية دي مع اي نكهة ولون بحبها، واسيبهم في الهواء لحد تاني يوم، وهتتفاجئي بكاندي صور كده ومطاط وشفاف ويجنن بالشكل اللي قدامك ده. وهنا عايزه اقول اني جربت اعمله بالسكر والفانيليا من غير جيري، بس لا طعمه ولا شكله ظبط كده، فبلاش تمشوا ورا وصفات تخليكوا تضيعوا وقت ومجهود على الفاضي، لان الفانيليا مش كفايه خالص انها تدي طعم مستحب، كمان نكهه الجيلي ومطته حاجه تانية خالص في الوصفه دي. الكاندي المتقطع شرايح تقدروا تقدموه لولادكم كده ككاندي بالشكل ده، اما المكعبات الصغيره فدخلوها بقى في الانجليش كيك، بتبقى تجنن واحلى واطعم كطعم وقوام من اللي بنشتريها من بره بكتير. عايزه اقول كمان ان شويه الجيلي اللي بيتبقوا بعد ما البطيخ بياخد كفايته دول تقدروا تغطوا بيهم الفاكهه، بتدي طعم يجنن وبتعجب الولاد قوي، بالذات لو غطينا بيه التفاح الصغير، بس للاسف ما كانش متوفر عندي. هيبقى عامل زي خد الجميل بتاعنا بتاع زمان ده، بس بكفر بيمط ومش بيتكسر. اما الجزء الاحمر اللي بيبقى فوق الجزء الابيض مباشره وكنا بنرميه زمان ده، تعالي نعمل بيه احلى مربى فراوله منخفضه السعرات ومشبعه كمان. لكل كوبايه من البطيخ بنحط نص كوبايه من اي سكر يناسب حالتنا الصحيه ونظامنا، نرفعهم على النار لحد ما السكر يدوب، فنضيف عصره ليمون نضربها بالهاند بلندر ونرفعها تاني على النار. معلقه كبيره جيلي فراوله متدوبه في ربع كوبايه ميه وانزلي بيها على المربى. معلقه كبيره من بذور الشيا هتلاقيها مصت كل الرطوبه اللي في المربى وادتني شكل مربى الفراوله اللي يجنن ده. عبي في برطمان ناشف معقم واستمتعي بمربى فراوله صحيه ومشبعه ومن مكون كنا كلنا بنرميه. على فكره يا جماعه الجيلي سعراته منخفضه جدا، فما تخافوش من اضافته على المربى، وممكن كمان تستغنوا عن الخطوه دي خالص وضاعفوا الكميه اللي انا عملتها دي لو عايزين تعملوا برطمانات كبيره تخزنوها. تعالوا نعمل نوع تاني من الكاندي. كوباية وربع عصير بطيخ متصفي، هضيف لهم 3 معالق كبار سكر فركتوز أو أي سكر يناسب نظامك الغذائي، 5 معالق كبار جيلاتين، و70 جرام عسل أبيض أو عسل جلوكوز، ونقلب المكونات كلها على البارد لحد ما يدوبوا، وبعدين نرفعها على نار هادية جدا مع التقليب المستمر لحد ما كل المكونات تتكثف. نبتدي بقى نصبها في قوالب سيليكون او حتى قوالب تلج او قوالب ايس كريم، واستمتعوا بقى بكاندي مطة وطعم مش هحكي لكم عليه، لازم تجربوه. ده غير اننا لو استخدمنا جيلاتين غذائي فاحنا بكده بناخد جرعة كولاجين رهيبة لبشرتنا وضوافرنا ومفاصلنا كمان. نسيت اقول لكم اني عززت طعم البطيخ بطعم غذائي صحي، لان بصراحة البطيخ نكهته ما كانتش كفاية، وأسانس البطيخ ده متوفر عند أي حد بتاع مستلزمات حلواني أو في سوبر ماركت. أما عن بذر البطيخ بقى يا سادة، فده نوع من أنواع المكسرات لن يفهمها سوى أجيالنا. بغسل بذر البطيخ عشان الكفر يمسك عليه، واضيف له رشة من ملح البوتاسيوم أو ملح الهيمالايا مع لمسة خفيفة من ملح الليمون لو عايزين طعم المزازة بتاعت المكسرات الجاهزة بالظبط، وحمصوا بقى في الفرن أو في الإير فراير أو حتى على الطاسة. المهم انكم هيكون عندكم لب على مزاجكم ومناسب لحالتكم الصحيه وبألف هنا. على فكره حته البطيخ اللي عندي خلصت، لكن افكاري للبطيخ لسه ما خلصتش،
استنوني الأيام الجاية عشان عندي لكم اختراعات مذهلة من البطيخ. وفي النهاية خالص أنا عايزة أنصحك وأقولك اكتبي أفكارك مهما كانت بسيطة على الورق، فالأفكار التي تأتيك بشكل عشوائي عادة ما تكون الأفضل. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم أفادتكم كده وسلتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.